زيادة جديدة للمعاشات 80% من المبلغ المقرر لأصحاب المعاشات، مع صرف زيادة جديدة أخرى اللي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي 600 جنيه بقرار نهائي من مجلس النواب. تعالوا نشوف هنصرف امتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف انه بيستفاد معايا في القناة فضلا وليس امرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. الأخبار المفرحة الأيام دي لأصحاب المعاشات واللي بينتظرها أكتر من 10 مليون صاحب معاش ومستحق. النهاردة معانا خبرين، لأن هما مش زيادة واحدة، دول زيادتين. أول زيادة معانا وهي الزيادة اللي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهر الماضي، بس كان بينتظر الموافقة على القرار، موافقة مجلس النواب، لأن جلسات مجلس النواب كانت متوقفة وبدايتها من أول أكتوبر. وعند بدء الجلسات تم مناقشة قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، واللي تم إقرارها بداية من شهر أكتوبر، لكن لم يتم الصرف في شهر أكتوبر، ولكنها سوف تصرف بداية من شهر نوفمبر يوم 1/11. هتصرف بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، وزيادة الشهر نوفمبر هيبقى كل صاحب معاش هيزيد يوم 1/11 600 جنيه على المعاش الخاص به. بس هنا في سؤال، هل الزيادة هتكون كل شهر 600 جنيه؟ الإجابة إن الزيادة هي 300 جنيه بس الصرف في شهر نوفمبر هيكون 600 جنيه بسبب الأثر الرجعي. أما في شهر 12 هيكون الزيادة 300 جنيه في المعدل الطبيعي. تعالوا نشوف الخبر التاني وهو زيادة 80%. القرار ده مش قرار استثنائي، بس هيكون بحكم محكمة، وده لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمس اللي قضت لها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإحالة الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف الحقوق المالية، وذلك لتنفيذ الحكم الإدارية العليا بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لمكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة، واللي قادت المحكمة من الدخابير لاحتساب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات في نسبة 80% من العلاوة الخاصة. وهنا صرح رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات إنه تم الاقتراب من تحقيق العدالة لصرف 80% بشأن العلاوات الخاصة، وبننتظر رأي المحكمة قريب لتعم الفرحة على أصحاب المعاشات. فانتظروا معانا الخبر الأكيد هننزله لكم إن شاء الله. كل اللي عليك إنت تعمل لايك للفيديو وتشترك وتفعل الجرس عشان يجيلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. انتظرونا، إلى اللقاء.